احنا بنشوف مع بعض سور مجرى العيون، وده اللي انشأه السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي. وده عشان يوصل بيه المية لقلعته اللي بناها في المقطم اللي هي قلعة صلاح الدين الايوبي. السور اللي احنا شايفينه ده بقى مع بعض عبارة عن مجرى مائي اعلى السور، وبيبدأ من منطقة فم الخليج وبيوصل الى منطقة باب القرافة اللي موجودة في السيدة عيشة. طبعا سور مجرى العيون ليه اسم تاني، وبيعرفوا بعض المؤرخين او بعض الناس باسم قناطر المياه. وبيتم رفع المية اللي ماشية أعلى السور ده عن طريق السواقي، وده طبعا عشان توصل للقلعة في المقطم. سور مجرى العيون اتجدد في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وده في عام 1312 ميلادية. وقتها السلطان الناصر أنشأ 4 سواقي اللي موجودة دلوقتي عند منطقة فم الخليج. وبعديه جه السلطان المملوكي قنصوة الغوري، السلطان قبل الأخير لدولة المماليك، وأنشأ سواقي تانية موجودة في السيدة نفيسة. وطبعا ده عشان يزود دخول المية للقلعة. القناطر بقى القديمة اللي أنشأها صلاح الدين الأيوبي ما بقاش منها إلا بقايا قليلة جدا قصاد مسجد السيدة عيشة. السور اللي احنا شايفينه بقى قصادنا ده مبني من حجر اسمه حجر النحيد، وفوقه مجرى للمياه المية بتمشي فيها. مساحة سور مجرى العيون بتصل ل 3500 متر، ومن طراز العمارة الإسلامية. وفيها برج يسمى برج المأخذ، وده بيحتوي على 6 سواقي مسؤولة إنها تاخد المية عشان توصلها للقلعة. منطقة سور مجرى العيون بيتم تجديدها دلوقتي، وده ضمن خطة للحكومة المصرية عشان بترمم حوالي 313 أثر، وده ضمن خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية.